طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنتكلم اليوم في موضوع مختلف شوية. مواضيعنا كلها ردود وبتاع وكده. هنتكلم عن ابن خلدون. طبعا أول حاجة نتكلم عنها بقول خلدون الجماعة. سمعت واحد كان زمان في مناظرة بين داعية التوحيد زي العوض فقيري وبين واحد صوفي كده، فالمذيع بيقول ابن خلدون وزي ما جعفر الترابي. ابن خلدون برضه رجعنا طبعا نفس موضوع اللايفات والترابي. المهم واحد عراقي برضه كنت بسمع عليه كتاب قبل فترة بيقول خلدون. فابن خلدون شنو الفرق بينه وبين المؤرخين الثاني او بين الناس الدارسين لعلم الاجتماع؟ الدارسين لعلم الاجتماع عموما قبل ابن خلدون يعني، وبعد بفتره لغايه ما الغرب اكتشف ابن خلدون واحنا رجعنا نكتشفه ثاني. وطبعا في سنه 800 فهو عمل له ترجمه، لكن انا ما عارف عنه معلومات كثيره. لكن من الشمال الافريقي وعاش في اسكندريه وتوقع يندفن فيها، مات فيها. المهم فكانوا بيدرسوا المجتمع بصوره طوباويه يعني صوره مثاليه متعاليه. المجتمع الفاضل، وين المجتمع المثالي؟ من المدينه الفاضله بتاعت أفلاطون، صح؟ أيوة، وغيره. فبيدرسوا المجتمع المثالي ده، إنك مجتمع مثالي. أما لما جاء ابن خلدون فقلب ظهر المجن للنظريات القديمة، وبقى يدرس المجتمع كما هو، يتكلم عن العصبية القبلية وظروف نشأة الممالك والدول، وكيف تفنى الممالك وتنهزم وتندثر وهكذا. ده كله كان بيتناوله ابن خلدون بتجرد، بتحليل منطقي. فيعتبر انه مؤسس علم الاجتماع، اللي هو العلم اللي بيدرس المجتمعات كما هي. يعني المجتمع ده كواقع محتوم، المجتمع ده فيه حراميه، فيه نهابين، وفيه كده. المدينه الفاضله ما في فلاسفه وكلام. اما الطوباويه كانت مسيطره طيله الفتره قبل ابن خلدون، حتى ايام ابن رشد. ابن رشد نفسه قال نعم احنا كفلاسفه نمشي نسكن في حته برانا، نفس فكره ارسطو او افلاطون. قال نمشي نسكن برانا، ولو عندنا اي مشكله احنا كفلاسفه في مدينتنا اللي عايشين فيها برانا ده بنقوم نحلها بالمنطق، لانه طبعا والمنطق ده برضه كلام خزعبلاتي جدا. المنطق اللي هي القواعد اللي خدتها ارسطو للتفكير، يعني القواعد المنطقيه بيسموها، ما ادري افسرها كيف. يعني 1 2 3 ده التفكير الصح، وغيره ده التفكير الغلط. انه الشيء هو الشيء وعكسه هو عكسه. المهم حاجات كده وضعها ارسطو ومشوا عليه كل الفلاسفه الاسلاميين والفلاسفه الغريق اللي بعد ارسطو، وكذلك الفلاسفه النصارى زي توما ليكويني وغيره من فلاسفه عصر النهضه اغلبهم، يعني لغايه ما جاء الفلاسفه الانجليز متاثرين بابن تيميه، قاموا نقضوا المنطق. ابن تيميه نقض المنطق، فرتكوا يعني كده باختصار. ابن تيميه للمنطق مشهور في الجامعات الغربيه ومدروس ومعروف. ابن تيميه طبعا شخصيه جباره، عقليه جباره ومتكامله في العلوم، رحمه الله ورحمه الله على جميع المسلمين. فابن خلدون الوحيد اللي درس المجتمعات كما هي. لما جاء الغربيين قالوا الزول ده خلاص، الزول ده ممتاز ودرس المجتمعات كما هي، الزول ده مؤسس علم الاجتماع. قاموا جماعتنا بجايه الطرنقع قالوا اي احنا برضه خلاص ابن خلدون ده زولنا، وكده نقوم نمجده ونعمل مدارس باسمه وكده. كويس، مع انه ابن خلدون في الفضاء العام العلمي الاسلامي ما هو الشخصيه الابرز يعني. كويس، تكلمنا عن غيره، ابن رشد وابن تيميه وغيره، ده كلهم يبزوا ابن خلدون في العلم. فعشان كده هو ما لقى مكان في الفضاء الاسلامي الا بعد الغرب اكتشفوا وقالوا انه زول ده واو وكده وكويس وبتاع. فقاموا جماعتنا الاسلاميين او الدول الاسلاميه قالوا ابن خلدون ده ولدنا وكده. يعني ده خلاصه موضوع علم الاجتماع وابن خلدون وطبيعه دراسته للتاريخ والمجتمع او علم الاجتماع، بعيدا عن الصوره الطوباويه المتعالية المجردة المثالية. هذا، وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. السلام عليكم.